القيمه ديالي ملي يشوفوا الناس ولادي وولادك يقول الله يرحم اللي رباه، ماشي الله يلعن اللي رباه. ما بغيتيش انت ولدك ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، من بينهم شاب نشأ في طاعة الله. في طاعة الله، مع الأسف أقولها بكل حرقة ومرارة، وأقولها بكل صدق ووضوح، كلام واضح بلسان عربي مبين لا لبس فيه: نحن عققنا أبناءنا قبل أن يعقونا. لماذا؟ لأننا نعتقد جميعا أن تربية الأولاد إنما هي إعالة فقط. ما معنى الإعالة؟ الأكل، الشرب، الملبس، لا أقل ولا أكثر. أين التربية؟ أين التربية؟ والشرع الحنيف جاء بالجمع بين الإعالة وبين التربية. هل تسأل عن ابنك؟ عن رفقاء ابنك؟ من يعاشر؟ من يرافق؟ من أصحابه؟ ثم بعد ذلك نقول ابني انحرف أخلاقيا، انحرف عقديا، انحرف عن منهج الإسلام، فصاروا غلاة وصاروا دواعش وصاروا من التنظيمات الإرهابية. السبب في ذلك أننا مع كامل الأسف أقصينا باب الحوار مع أبنائنا. لماذا لا ننصت إلى أبنائنا؟ لماذا لا ننصت إلى أبنائنا؟ لماذا لا نعترف بالأخطاء إن أخطأنا في حق أبنائنا، وبذلك نكبر في أعينهم، ولا نخاطب أبناءنا من أبراج عاجية وكأننا في مدينة فاضلة؟ هذا واقع مر. نحن ساهمنا في انحراف أبنائنا وفي انحراف شباب الأمة، لأن الأب مشغول بماذا؟ وكأنه خلق للدنيا فقط. همه هو جمع المال، همه شراء السيارة، همه بناء بيت، ثم بناء بيت، ثم شراء قطعة أرضية. أين التربية؟ أين حظ التربية؟ هل هذا الابن وهذه البنت فقط من أجل أن يكونوا مصدرا للدخل وللرزق؟ كم من بنت حرمت الزواج بسبب أن أباها يرفض حتى يعوض لها ما قدم لها وهي صغيرة. مع الأسف هذا واقع مر. كم من بنت صارت عانسا بسبب مواقف شاذة لأبيها. كم من شاب عق أباه بسبب موقف سلبي في حق ابنه. كم وكم وكم. إذا أردنا أن نستمع فلنستمع للطرفين، ونعلم أن الخطأ وارد علينا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذا واقع. المرأة حينما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذه البنت في موقف مع أبيها، ولم يقل أحد بأنها رمسخطة أو بأنها عاقة لوالديها، ولم يصفها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينعتها بأنها عاقة. حينما زوجها أبوها لشاب لا تريده، فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني بابن أخيه ليرفع بي خسيسته. إن أبي زوجني بابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يا لا تريده. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها. والحمد لله أن قضية الزواج جعل الله سبحانه وتعالى الأمر إلى البنت، وأعطاها أن تبدي رأيها في أخص خصوصيات حياتها، وهي اختيار الزوج. هي الذي تختاره، ماشي يفرضوا عليها بها مثل ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، شوفوا البر، يا رسول الله، أمضيت ما فعل أبي، اللي دربنا قبله، ولكن فقط لأعلم النساء أنه ليس للآباء في هذا الأمر شيء. ما تجبرش البنت ديالك وما تجبرش الولد ديالك. فنحن نعق أبناءنا قبل أن يعقونا. خصنا التربية، خصنا نوجه ولادنا، نربي ولادنا، نشوفوا شنو هي الأخطاء ديال الانحراف ديال الأولاد ديالنا. أنت كتشوف الأولاد ديالك كيرافقوا رفقاء السوء. ملي كنقصد رفقاء السوء ماشي فقط أصحاب المخدرات وأصحاب المنحرفين والمتسكعين في الطرقات، حتى رفقاء السوء اللي كتلقاه راه ملتزم وملتحي وبعود الأراك وبالقميص ولمس الساق، وعنده أفكار ديال الغلو، عنده أفكار ديال التفجير وديال دهس الأبرياء وديال قتل الناس وديال دهس الناس وديال تدمير الممتلكات وديال السعي في الفساد في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولذا قال الشاعر: إذا ما صحبت فاصحب من القوم خيارا، وإذا صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الرديء فترضى مع الردي. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. سول مع من تيمشي ولدك،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. ملي كنكونوا في المغرب ولا ملي كنكونوا في المجتمعات ديالنا والكراجات ديال الحداد والسدور، ما كدوش من حدا الحداد والسدور باش ما يحرقش الثوب ديالك ولا الكوستيم ديالك ولا السروال ديالك ولا الجلابه ديالك، لانك خايف على السروال ديالك وما خايفش على العقيده ديال ولدك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل الجالس السوء كنافخ الكير، اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثه. هاد رفقاء السوء كيحرقوا العقيده ديال الولد ديالك، كيدمروا له المجتمع ديالو، لانه كيجعلوه مع الاسف مشروع ديال التفجير، مشروع ديال الفساد والافساد في الارض. ما تتراقبوش وما كنراقبوش ولادنا. ما خصش يكون عندنا احنا الخطاب المزدوج، ما خصش يكون عندنا احنا الانتقائيه في الخطاب، ما يكونش عندنا هنا وجه وهنا وجه. هذا واقع مر، واقع مر مع الاسف. ولادنا امانه في اعناقنا، بناتنا امانه في اعناقنا. ماشي تحطوا فقط على المؤسسات وعلى المراكز وما كنبغيوش ننفقوا على ولادنا في التعليم، ما كنبغيوش. لان علاش كنشوفوا ولادنا فقط الاعاله؟ نشري له الطربوش مزيان، نشري له السمطه مزيان، نشري له الصباط مزيان. الا بغى يمشي للمغرب غيكلفك غير الملابس ديالو الولد الوقت دابا، وتيقول لك خليني نخدم باش نكسي راسي. باش يمشي للمغرب كيشري 1500 حتى 2000 اورو ديال اللباس. وشي واحد ما يقول لياش بان ما يمكن شيء، كيشري الصباط ديال غوتشي باش فيه الخضر والحمر كيشريه ب 350 اورو، والطربوش ديالو ب 150 والسمطه ب 150، وزيد خصو غير يبين. وليداتنا ولاو بوستير ديال الاعلانات بالمجان لهاد الماركات، وهي خدعه قامت بها دور الازياء. وكيقولوا لنا 70% 50%، تنقولوا راه نقصوا فيها بزاف. 70% وباقي رابحين، تيديروا لنا اوبرومي ليكيداسيون وباقي رابحين، لان احنا العقول ديالنا ما ربيناهاش على الافكار الايجابيه. انا ما قلتلكش ما تلبس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب ما اخطاتك اثنتان، الاسراف والمخيله. لكن علاش غنجعل القيمه ديالي في اللباس ديالي، القيمه ديالي بالايمان ديالي، القيمه ديالي بالعطاءات ديالي، القيمه ديالي بالتربيه ديالي، القيمه ديالي من يشوفوا الناس ولادي وولادك يقول الله يرحم اللي رباه، ماشي الله يلعن اللي رباه. هذا واقع. ما بغيتيش انت ولدك ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، من بينهم شاب نشأ في طاعة الله، في طاعة الله، في طاعة الله، الطاعة الشرعية. ماشي يجيو أصحاب الكنى المجاهيل ويزينوا القتل ويقول لك على أن هذا جهاد، هذا تدمير وفساد وإفساد في الأرض. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.